بيقول لك في أي مسار مغلق، أي دايرة مغلقة زي دي كده، مجموع جهود المقاومات بتساوي مجموع جهود البطاريات. بس الكلام ده في إيه؟ في مسار مغلق. بمعنى والدك بيقبض 5000 جنيه، أنت ووالدتك واخواتك بيستهلكوا ال5000، ففي الآخر بلح، في الآخر كل الجهد بيساوي صفر. تاخد مثال كده عشان نفهم. قال لك ده 1 فولت وهو اللي محدد لك الموجب والسالب، يعني ده الجهد الأعلى وده الجهد الأقل. ده 5 فولت، ده السالب وده الموجب. ده موجب سالب V1 وده موجب سالب 2 فولت. فبيقول لك الجهد ده بيساوي كام؟ مش ده مسار مغلق؟ هتقول لي اه. اقف عند اي نقطة انت عايزها، اي نقطة، وليكن دي مثلا، ولف لفة، لف لفة وارجع لنفس النقطة. هتلف ازاي؟ براحتك. وليكن يا مستر انا همشي كده، هقول لك تمام، امشي واللي قبلك نزل امه باشارته. يعني ايه؟ امشي. ادي وقفت، هتمشي يلا، امشي، خايف من ايه؟ امشي. بسم الله وعلى سنة رسول الله. مشيت يا مستر، خبطت في مين الاول؟ سالب، فاقول له سالب 5. وخلي بالك هو بيقول لي 5 فولت، يعني خلاص كيرشوف الثاني بيتكلم على الجهود وهو بيقول لي ان دي 5 فولت، فقلت سالب 5. كمل، مشيت اهوت، بسم الله بسم الله. بعد كده قابلت موجب V1، تمام. كمل، بسم الله اهوت. جيت هنا خبطت في موجب 2 فولت. كمل. جيت هنا يا مستر خبطت في سالب 1. وصلت. الحمد لله على السلامة. قول له هيساوي 0. نزل V1، جمع. سالب 5 زائد 2 يديك سالب 3 ناقص 1 يديك سالب 4. تروح بعكس الإشارة يطلع V1 بكام؟ ب4 فولت. ادي المثال الأول. كلام سهل، ركز، تعال.